ثم تنهد وقال: علشان كده ما تستهترش بأي حاجة غريبة بتحصل حواليك. كان في بنت في أمريكا اسمها موريسا، جت من المدرسة الساعة 3 العصر، وأول ما دخلت البيت قعدت مع أمها وفضلت تحكي معاها، وقالت لأمها إن في رقم غريب عمال يتصل بيها كل شوية وهي ما تعرفوش. فأمها قالت لها: طنشيه، الرقم غلط، ما ترديش عليه. فالبنت دخلت أوضتها تذاكر وتحل الواجبات بتاعتها، وبعد ساعتين اتصل الرقم مرة تانية. فقالت موريسا: خلينا أرد أشوف ده عايز إيه. فأول ما ردت على التليفون سمعت صوت شخص بيكلمها وهو بيبكي وبيقول لها: موريسا، أخيرا لقيناكي، ما تقلقيش يا بنتي. فخافت البنت ورمت التليفون وجريت على أمها وحكت لأمها على اللي حصل. والأم قالت لها: هو قال لك إيه؟ فقالت لها: هو قال لي يا بنتي. فالأم اترعبت ووشها جاب ألوان، وقالت لبنتها: يلا لمي حاجتك بسرعة وخلينا نمشي من هنا. فالأم وبنتها لموا كل حاجتهم بسرعة وركبوا السيارة، والأم خدت سيارتها الحمراء وبقت تسوق على أقصى سرعة. وبعد كده الأم شغلت الراديو علشان تسمع آخر الأخبار. فالمذيع اللي في الراديو قال إن البنت اللي اسمها موريسا اللي اتسرقت من المستشفى من 10 سنين لقيناها، ودلوقتي الشرطة بتلاحق السيارة الحمراء. فالبنت اتصدمت وقالت لأمها: أنت مين؟ قالت لها: ناديني يا ماما عادي.